ومهالك الرجال في ثلاث، والله ما وقع في شرها رجل إلا وضاع دينه وخرمت مروءته وذهبت البركة من حياته. المهلكة الأولى الخلوات، وفي الخلوات يظهر إيمان العبد من نفاقه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كالجبال يقول الله لها كوني هباء منثورا. فخاض الصحابة في أولئك من هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم قوم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويتصدقون كما تتصدقون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وكم تضيع مروءة الرجل ودينه وعفته في الخلوات. المهلكة الثانية المال، وما أدراكم ما المال. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. فكم من الناس من يضعف أمام المال فيطعم أولاده بالحرام، وأيما جسم نبت على السحت فالنار أولى به. لذلك إذا أردت أن تختبر الرجال فاختبرهم في المال وفي المعاملات المالية. المهلكة الثالثة وهي من أعظمها فتنة النساء، والله ما وقع فيها رجل إلا وحضر إليه الفقر وذهبت البركة من حياته وذهبت المروءة من حياته. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن وقع في واحدة من هذه المهلكات ذهبت البركة من حياته وعدم دينه وخسر ماله. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما